السؤال اللي بيتسأل كتير دلوقتي، هل الذكاء الاصطناعي هيستبدل المبرمجين؟ والجواب مش سهل، بس خليني اوضح لك الفكره. الذكاء الاصطناعي فعلا بيتطور بسرعه وبيساعد في كتير من المهام الروتينيه زي كتابه الاكواد البسيطه، او بنستخدمه علشان نصلح اخطاء معينه. يعني هو بيساعدنا نوفر وقت ونزود الانتاجيه، لكن دايما هتلاقي ان الابداع وحل المشكلات المعقده وتصميم الانظمه الكبيره محتاجين لفكر بشري وخبره، مش اي آلة تقدر تحاكيها بالكامل. ببساطه الذكاء الاصطناعي مش هيستبدل المبرمجين، ولكن هيغير من طريقه شغلنا. هو بالفعل حاليا أداة مهمة جدا وبنستخدمها علشان نرتقي بمستوى الشغل ونركز على التحديات اللي محتاجة تفكير إبداعي وتحليل عميق. يعني لو اتعلمت تتعامل معاه كويس هتلاقي نفسك بتستفيد منه وبتزود من مهاراتك، بدل ما تحس فعلا انك مهدد بالاستبدال. فالخلاصة، المستقبل مش عن استبدال المبرمجين بالذكاء الاصطناعي، لكن عن شراكتهم مع بعض علشان ينتجوا حلول اكتر قوة وفعالية زي الاي اي ايجنت مثلا. المبرمجين اللي هيقدروا يتعلموا ويستغلوا الادوات دي هيبقى هم القادة فعلا في المجال. لايك وفولو وتحول لمبرمج.